سلام على أجدع ناس وأهلا بيكم بفيديو جديد. بعد ما يامادا قدرت تتخلص من مخاوفها وده بفضل غبي مارو اللي دخل في عركة مع المجرمين وعملهم بوفتيكا وخلاص هما في طريقهم إلى جزيرة النعيم أو الجحيم. هنعرف ده في هذا الفيديو، فلو أنت مسمعتش الحلقات اللي فاتت أنصحك تسمعها علشان تربط الأحداث ببعض. وخلينا نبدأ. بعد استعداد مارو وصولهم على الجزيرة هو وساكوري اللي من عشيرة يامادا، مارو بيأكد لها ان اكسير الحياة موجود فعلا، لانه لما كان طفل شاف شيخ القرية انضرب ب 13 رمح في جسمه وسيف اترشق في دماغه وتنه عايش، وانا متأكد انه واخد من اكسير الحياة ده، واللي انا متأكد منه ان شيخ القرية مرضع مارو من اكسير الحياة. هتسألني ازاي؟ اقول لك روح اسمع الحلقتين اللي فاتوا. بيكملوا في طريقهم للبحث عن الاكسير وبيكون مارو لسه مقيد بالحبل، وساكوري بتكون مندهشة من مناظر المكان وان شكلها شبه الجنة فعلا، وبتقول له واضح ان الاكسير ممكن يكون هنا لان المكان شكله جميل جدا. بيقول لها مارو انت متاكده من ان المكان شكله جميل فعلا؟ والله انت متغفله، ركزي كده على الزهور اللي موجوده دي شكلها غريب، ولو لاحظت ان النباتات دي كانت موجوده في وش اخر شخص كان ناجي من الجزيره دي، فما تتغريش بالمظاهر لان المظاهر خداعه، وكوني مستعده للخطر في اي وقت. وبيقطع الحبل وساكورا بتتعصب وبتقول له انت قطعت الحبل ليه يا عم؟ انت كده بتخالف القوانين. بيقول لها طب بالعقل هجيب اكسير الحياه ازاي وانتم مكتفيني كده؟ اما قوانينكم دي غبيه بشكل، مدينا اكل يكفي يومين، وكمان مدينا الصوره مش باين لها ملامح على اساس انها الاكسير وهم ما كانوش شافوه اصلا، ففكيها شويه كده وبلاش تتعبيني معاكي. وبتقول له انا ماليش دخل، دي قوانين ولازم تلتزم بيها، ويلا اربط الحبل. وبتحط السيف على رقبته وبتقول له والا هموتك، وبعدين انا مش جايه هنا اساعدك، انا جايه مراقب عليك، وكل مهمتي انك لو عملت حاجه غلط اموتك، وماليش دعوه بقى باكسير الحياه واكسير البطيخ. ولسه بتربط له الحبل وفجاه لك كره بلياردو ضخمه دخلت في مارو وطيرته، واللي حدفها واحد من ضمن المجرمين اللي سافروا على الجزيرة. والغريب انه ولا مقيد ولا بتاع، ومنشكح قوي انه ضرب مارو ومفكره مات. وساكورا بتنصدم لما بتلاقي المراقب بتاعه واقف ومش بيتدخل وعامل من بينها، وفجأة مارو بيصحى من الضربة وبيقول له انت غفلتني يا اسطى بالضربة دي، انا ما كنتش متوقعها. وبتقول له ساكورا اوعى تستهزأ بالمجرم ده لانه خطير وقوي وياما قتل جنود وسرق اسلحتهم لانه مهووس بالاسلحة دي. فمارو بيقول لها سؤال بس، هم فاكين ايده ليه؟ هي فين القوانين يا حاجة؟ فبيقول له المراقب بتاعه عادي يا زميلي هنبقى نربطها واحنا راجعين لان شكله متخلف وانا مش عايز اوجع دماغي معاه. وهو بيقول لها عشان كده يا ساكورا انت هتفضلي رتبتك قليلة عشان بتسمعي الكلام وبتنفذي اوامرهم بالظبط. يقول المجرم لمارو انت عمال ترغي معاه وسايبني، انت مش شايفني ولا ايه؟ انت شكلك قوي بقى، خلينا نجرب اسلحتي دي عليك. بيقول له مارو بقول لك يا زميلي ما تخلينيش اضيع وقتي معاك في القتال، وخلينا الاقي الاكسير قبل ما حد تاني من المجرمين يحصل عليه. بيقول له مش فارقه لانهم مش هيلحقوا يوصلوا له لاني هخليهم يحصلوك. بيقول المراقب ده بقول لكم يا اخواتي انا مش هتدخل، انا جاي اراقبه بس، شوفوا شغلكم. بيقول له مارو للمجرم انت كده هتضطرني اني اقتلك ومراتي هتزعل مني بسبب القتل اللي على الفاضي والمليان ده. وبيهجم المجرم على مارو ولسه بيستعد، فساكورا بتقول له بعد اذنك اربط الحبل قبل ما تتخانق يا شيخ هو ده وقته. بيقول لها حاضر وبتلخم فيه، والمجرم بينزل على دماغه وجسمه وعمال يجرب في الاسلحه بتاعته ومش راحم مارو. والفتاك ان كل الاسلحه بتتكسر على مارو، مش قلت لكم راضع من الاكسير؟ ولما بيجي يضربه برمح بيكون ربط ايده فبيضربه برجله يطيره هو واسلحته ببابا غنوجه. وساكورا واقفه متنحه من قوه مارو مستغربه ازاي رفع المجرم ده برجل واحده. بعدين الاسلحه اللي طارت في الهواء دي كانت راجعه على دماغ مارو ولكنه بكل مهاره قدر يتفاداها، وبيخبط سلاح في المحارب وبيوقعه. وهنا المحارب بيتعصب جدا وبيقول له انا لسه كنت بسخن، اجهز بقى عشان انت هتخليني اطلع الكلب اللي جوايا. المهم يعني مارو بيعمل منه شيش طاووق وبيخلص منه، وبيقول لساكورا احنا ضيعنا وقت كبير مع الحيوان ده، يلا ندور على الاكسير، بس الاول فك الحبل ده بدل مخنوق بيه. وهنا المراقب اللي كان على المحارب بيطلع سيفه وبيقطع رقبته وبيقول لهم انا كده خلصت مهمتي، مع السلامه يا اخواتي، يخرب بيت روقانك يا جدع. بس مارو بيقول له وانت كمان مش هتموتني؟ بيقول له انا مش عدوك، انا مجرد مراقب هنا ومهمتي خلصت وراجع لمكاني، سلامات يا زميلي. فبتقول له ساكورا وهو ماشي خلي بالك وانت ماشي لانه في مجرم اسمه ستون مختفي وخلي بالك عشان ما يسوحكش. بيقول لها الخوف مش عليا، الخوف عليك انت، لان انت معاكي شخص جامد فحت ومجرم خطير، لان خلاص خلصت مهمتي بدري ومش عايز حاجه من الدنيا. وبقول لها انت صعبانه عليا قوي لانك مع شخص قوي جدا، وانا لاحظت قوته لما كنا على السفينه لان حصل مضاربات كتير عشان يقللوا عددهم، وكمان في مجرمين اتفقوا مع المراقبين اللي معاهم وتحالفوا واغلبهم بوظوا القوانين. فبتقول له ما تقلقش كل اللي عمل غلطه هنا هيتعاقب بعد ما نخلص المهمه. بيضحك ويقول لها انت على نياتك قوي، مين قالك ان في حد هيتعاقب؟ اول ما قبيله الشوجن دي هيحصلوا على الاكسير مش هيفكروا في عقاب ولا غيره لان همهم الاول والاخير هو الاكسير.
الجزيرة، واول ما ياخدوها يسامحوا المجرمين ويعفوا عنهم. ولو انت مصممة تنيكي كده فنصيحة سيب المهم وانا هقتل لك مارو. ولسه ما خلصش كلامه ومارو بيجري عليه بسرعة ويمسك السيف بتاعه ويقول له بقول لك يا زميلي خد بعضك واتكل على الله من هنا. خالص يا شبح انت عندك حق، انا لازم امشي لان خلال يومين كل اللي على الجزيرة دي هيموتوا واحد ورا التاني ومش هيبقى منهم الا واحد بس. ولما بيمشي بتشك سكرة ان الشخص اللي هيبقى هو اكيد غابي مارو، وعلى طول بيهجم عليها عشان يقتلها بس بتصد هجمته بسرعة وتقول انت بتعمل ايه يا متخلف انت؟ بقول انا كنت عايز اموتك من غير ألم. نرجع بالزمن بغابي مارو لما كان طفل صغير بعد ما شيخ القرية قتل ابوه وامه بيقول لهم انهم رفضوا تنفيذ الاوامر وكانوا عاوزين يهربوا واحنا عملنا معاهم الواجب وقتلناهم. وما تقلقش عننا انا هربيك بطريقتي. بص لاهلك وهم ميتين انت لازم تكون من غير مشاعر لانها لو سيطرت عليك هتبقى ضعيف. لازم تتخلى من المشاعر تجاه اي شخص عزيز عليك. نرجع للقتال اللي ما بين ساكورا ومارو وبتقول محاولتك قتلي تعتبر اختراق للقوانين. بيقول لها انتوا القوانين بتاعتك لان قريب الاشيره بتاعتي هتوصل الجزيره وانا لازم الاقي الاكسير قبل ما يوصلوا. وبصراحه انا مش بكرهك بس انت اللي معطلاني ولازم اتخلص منك عشان اعرف ادور على الاكسير. وبيحاول مره تانية قتلها وساكورا بتفكر وتقول واد ده مجنون وعنده ايرور في مشاعره بس طالما انه اخترق القوانين فلازم يموت. بس اللي انا مش فاهمه ان كل ما ساكورا تجيلها الفرصه انها تقتله بتكون متردده وهكذا مارو وبتقول ان ممكن يكون ده سبب مشاعر الخوف اللي مسيطره عليها. ونفس الشيء مع مارو بيفتكر مراته لما كانت بتقول له انك لما تحاول تقتل حد اكيد هتبقى خايف ومتردد. بيقول لها لا انا اصلا بدون مشاعر وما عنديش دم واي حد هيجي عليا هعمل معاه الصح. وبتقول له ان الشجاعه الحقيقيه انك تكون شخص طيب وعندك مشاعر وطول ما انت طيب هتلاقيني جنبك. نرجع للقتال تاني ومارو بيكون خلاص في ايده يموتها ولكن بيكون متردد وبيقول لنفسه ما ينفعش اكون شخص ضعيف كده. البنت دي لازم تموت عشان اعرف اجيب الاكسير واخد العفو وارجع لزوجتي من تاني. وبيفتكر كلام الشيخ القرية لما كان بيقول له طالما انت بدون مشاعر مفيش حد هيقف قدامك. والواضح انه في صراع نفسي ما بين اللي علمه له الشيخ واللي علمته له زوجته وبيهجم عليها وبيكسر السيف بتاعها وبيقول لها خلاص كده يا حلوات شاهد على روحك. بتقول له لاحظتك متردد في قتلي وشكلك شخص طيب وضميرك كويس. وبيقول لها بالعكس انا بدون مشاعر وبيهجم عليها وبيحط السيف على رقبتها والشر اللي جواه بيطلع على وشه. فبتستسلم سكرة وبتقول خلاص كده انا اروح حياة البرزخ بدري انا لسه شابة ما استمتعتش بشبابي. اشهد ان لا اله الا الله وداعا ايتها الدنيا اللي ما فيهاش حد سالك. سلام على اجدع ناس. بس فجأة مارو بيفتكر زوجته والشر اللي كان مسيطر عليه اختفى وبتتصدم سكرة من اللي عمله وبتقول له فعلا ده شخص طيب لانه كل ما بيموت حد بيحس بالندم. ومارو بيقول لنفسه انا ازاي ضعيف كده كله منها اللي جابتك علامة على وشك. وبيقول انا فعلا شخص طيب. بتقول له مشاعرك الطيبة دي مش ضعف دي سر قوتك. وبتقول له خلال اخر مواجهة ليك قدرت انا كمان اتغلب على مشاعر الخوف اللي كانت بتطاردني. وبتقول له انا خلاص هتحالف معاك بس بشرط لما نخرج من الجزيرة دي على خير تبدأ حياة جديدة. في الجهة الاخرى في مجرم وسيف اتحالفوا مع بعض وبيشوفوا تمثال كبير وبيخمنوا انه اكيد من صناعة البشر. تيجي الفراشة تورس المجرم من ايده وبيستغرب هي ازاي بوش انسان دي اكيد مش فراشة عادية نهار اسود لا تكون مسممة. بيقتلها وعلى طول بيقطع ايده عشان السم ما يتنشرش في جسمه وخلال ثواني بتتحول ايده لشجرة منبتة. فلت يا ابن المحظوظة. وبيظهر سرب كبير من الفراشات وكائنات غريبة باشكال غريبة وبيقول له جنة النعيم وبتاع ايه دي الجحيم بعينه. وفي الجهة التانية في وحش عملاق على شكل سمكة بيطلع لمارو وساكوري فبيستعد مارو للتعامل مع البتاع اللي هو لا محصل وحش ولا سمكة ده. وبيقول له ساكوري ارجعي انتي وانا هتعامل. وفجأة بتخلص الحلقة. انت مستغرب ليه؟ هي خلصت فعلا. متحمس تشوف الحلقة الجاية معاكم لان شكلها هتبقى جامدة فشخ. فما تنسوش تفعلوا الجرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. واشوفكم في الفيديو الجاي على خير وبيس.